كلامز اند كلاوز كلموني وقالوا لي ان هم عاملين حاجات جديده في المنيو وعايزيني اجي اجربها. دي كانت اول مره بصراحه اروح كلامز اند كلاوز. المكان لذيذ قوي والديكوريشنز بتاعته مختلفه، تحس ان انت دخلت عالم البحار كده. اول ما بتقعد بيجيبوا لك باكج كده جواها مريالة والجوانتي علشان لما تيجي تاكل بقى وتلغوص. طبعا انتوا عارفين ان كلامز اند كلاوز كله اكل سي فود، بيعملوا السي فود بطريقه كده مختلفه. يعني كل الجمبري بيبقى ليه خلطه، الكراب لاجز بيبقى ليه خلطه، النودلز والرز كابوريا والاستاكوزا كل حاجه بيبقى ليها خلطه وطعم. الكراب لاجز بقى عشان بتبقى ناشفه هو بيقصها لك بالمقص. ريحة الأكل كانت خطيرة. بدأت الأول بالناتشوز بالتشيز ديبينج. التشيز ديبينج ده جواه جمبري، وبعدين جربت الداينامايت شريمب، طعمه كان لذيذ. بس اللي كان خطير بقى بالنسبة لي السبيد اللي في الخلطة ده هو والكابوريا. الكابوريا دي يا جماعة مزاج، لازم تتاكل كده وتتبسط. الرز بقى اللي كان في الطبق ده بجد انا مش عارفة هم حاطين ايه، بس هو طعمه كان خطير. وبعدين بقى دخلت على الكراب لاجز، طعمها كان لذيذ وزودت شوية صوص عليها علشان الطعم يبقى انتنس اكتر. وبعدين بقى جربت النودلز دي، هي سويت اند ساور نودلز وجواها جمبري وكرومب وخضار. طعمها كان حلو قوي قوي بصراحة. اما النودلز التانية اللي لونها بني كده انا مش عارفة هي فيها ايه، بس هي خطيرة، جواها جمبري برضو وكرومب وخضار، بس الصوص نفسه مختلف. وبعدين بقى دخلت طبعا على الجمبري، جايبين الجمبري اللي هو الكبير قوي ده وغرقان كده في الصوص ومحطوط معاه كورن. بصراحة طعمه كان خطير. اما بقى في الابيتايزرز جربت طبق كده محطوط فيه حاجات فرايد كتير، كان جواه فيليه فيش وكاليماري وفرايد شريمب وجنبهم 2 صوصز. وبعدين في الاخر خالص قفلنا خالص اليوم بالشوكليت مولتن كيك. الاكسبيرينس كانت لذيذه قوي، عجبني الديكور لان هو مختلف، بتخش تحس كده ان انت دخلت في فايب البحر والصيد، والالوان نفسها مبهجه وريليتد كمان للاكل اللي هم بيقدموه. عجبني طبعا طريقه البرزنتيشن لان هي مختلفه، والفايبز نفسها بتاعت المكان والديكور تحسسك كده ان انت ايه هتخش تاكل كل حاجه. Thank you so much Clams and Claws على الانفيتيشن دي.